عندما يتغير الطقس مع حلول فصل الخريف، يتعرض عدد كبير من سكان العالم لأعراض البرد والزكام، والتي يمكن تجنبها من خلال تعزيز مناعة الجسم ومواجهة أمراض الشتاء عند التركيز على تناول عدد من الأطعمة. أولا السمك من الأسماك مفيدة جدا مثل السلمون والتونة، من الأغذية الغنية بأوميجا 3 التي تساعد على خفض حرارة الجسم، وكمان بتساعد على تعزيز المناعة. التونة فيها فوائد عظيمة جدا، هي والسلمون من أفضل الأسماك اللي المفروض نداوم عليها علشان المناعة عندنا تزيد. طبعا الأسماك مفيدة جدا بالأوميجا 3، والأوميجا 3 ده بتعزز مناعة الجسم، تمام، وجميع أنواع الأسماك، ولكن التونة مفيدة جدا. طيب ايه تاني؟ التوم وجدت دراسة علمية في عام 2001 على أشخاص تناولوا التوم لمدة 12 أسبوع. ليه؟ لأن اللي تناولوا التوم ما عندهمش برد زي اللي هم ما تناولوش التوم. يبقى التوم فيه مضاد للأكسدة، مضاد للالتهابات، مفيد جدا جدا للجسم، تمام. ايه تاني؟ رابعا اللبن فيه بكتيريا. في ناس كتير بتخاف من البكتيريا اللي جوه اللبن، ولكن البكتيريا دي بكتيريا كائنات دقيقة بتتمتع بتخلي الإنسان يتمتع بصحة جيدة. يبقى اللبن مفيد جدا لصحة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللبن جدا من كتر الفوائد اللي فيه، يعني ممكن الواحد يشرب لبن وما ياكلش خالص. طيب ايه تاني؟ 5 الشاي بجميع أنواعه. كوب واحد من الشاي يمكن أن يساعد على كسر احتقان الصدر وتخفيف آلام الحلق، فالشاي مفيد جدا للصحة، تمام. الفلفل الأحمر مثل الفواكه الحمضية بالظبط، فيه نفس فوائد الحمضيات. البرتقال السفندي. طيب ايه تاني؟ المشروم بجميع أنواعه. بيحتوي المشروم على نفس الفايدة اللي في الحمضيات، بتعزز المناعة. طبعا احنا هنتكلم عن الحمضيات، السفندي والبرتقال كله بطريقة تاني، بأسلوب تاني. جميع أنواع الفاكهة مفيدة في الشتاء، وأغلبية الفاكهة اللي في الشتاء الجوافة، البرتقال، السفندي، كلهم بيعززوا المناعة. حاولوا تكتروا منهم، وتكتروا من التونة، وتكتروا من اللبن. كوبايتين شاي في اليوم عشان الحديد بعد الأكل لأ. الفلفل الحار مفيد جدا، سواء الأحمر البارد أو الحار، فيه مناعة قوية جدا للجسم. المشروم والثوم مفيدين جدا للجسم. أهم حاجة إن الواحد ممكن ياخد القليل منه، بس مفيد جدا للجسم. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.